اشتريت 15 صنف ب470 جنيه. هنزل لك الفيديو كامل بكل تفاصيله. صلوا على الحبيب قلبك كتيب، اكتبي لي ميزانيتكم ايا كانت هي كام، وانا ان شاء الله بفضل من الله ادعوا لي ربنا يشفيني كده ويعافيني واقول لكم الاسعار اخبارها ايه. انا اول مره في حياتي اوزن والراجل يقول لي على سعر من غير ما اعرف ولا بكام ولا بايه، والله والله اول مره. الراجل بقيت اقول له عايزه ده يقول لي كذا، اقول له خليه في العربيه اللي هي عربيه السوبر ماركت الكار. اول مره، الاول كنت بقعد احسب مره واثنين وثلاثه. الحمد لله ربنا يديم عنا الصحه والستر. من كتر ما كنت تعبانه بقيت بجيب زي ما انا عايزه. جوزي قال لي ما تنزليش وانا هودي الواد الاستشاره، بس انا صممت ان انا انزل. عايزه اقول لكم يا جماعه في حاجات ما تتضمنش زي الكشف، زي الاعطال. الثلاجه باظت، الدنيا باظت وقفت وقتها، والحمد لله احنا في جو حلو ان الاكل ما يحمضش. يعني باظت مره في الصيف، الدنيا باظت، الاكل اللي فيها باظ الحمد لله. كنت بجري على الجيران عشان يشيلوا عندهم الاكل. فاحنا بنحاول ما بخربش بيوت حد، لا سامحك الله ولا عفى عنك، ربنا مطلع وشاهد. عمري ما جبت سعر مش سعره، واللي بيقف معايا وانا بجيب الخضار عارف. النهارده في ستات عرفوني وانا بنقي الخضار قالوا لي احنا عارفينك. قلت لهم لا مش انا تقريبا من البرد مغير صوتي. بس الناس بتشبع عليا. انا خفت اقول لهم اللي انا ام العيال والله. فضلت واقفه ساكته على جنب. تقول لي ازيك يا حبيبتي، قلت له الله يسلمك. قالوا يا رب ما يعرفوني، يا رب ما يعرفوني. مش يوم ما يعرفوني يعرفوني وانا عينه. المهم يعني ما دايما لوجه الله، هي دي الدنيا، يوم فوق ويوم تحت. دور برد صرفنا فوق 1500 انا والعيال، وابوهم فلت كده وبس. برضو بنديهم معانا فيتامين سي ونجيب فاكهه بفيتامين سي. استنوا شوفوا الفيديو وقولوا لي انا اتضحك عليا في الاسعار دي ولا لا. ومين فيكم بيعمل كده؟ يعني انا سمعت ان في ناس بتجيب الحاجه من غير ما تعرف سعرها، ما بتنهيش، بتاخد زي ما بيقول لها. انا قلت لهم ازاي؟ ما فيش حد بيعيش كده والله. ما فات اسبوع دور برد اهو ملوش 30 لازمه، بقيت اخد وادفع من سكات. مش هقول له حتى الكيلو بكام. بعد ما طلعت وخليت العيال طلعوا لي الشنط، بقول له جوزي هو الحاجه بكام؟ قال لي ما اعرفش. قلت له انا ما اعرفش. المهم في الاخر ضيعنا 500 جنيه او 470 جنيه في شويه فاكهه وخضار. خضار عادي، مش جايبين ولا قلقاس ولا فاصوليا ولا كوسه، خضار عادي. المهم الحمد لله. استنوا الفيديو وقولوا لي رايكم وادعوا لي بالشفاء انا وموسى والعيال. ويا جماعه يا جماعه والله ربنا يسعد كل واحد بيكبر بخاطري حتى لو بكلمه بسيطه، مش هقول اكتر من كده.